لو حالك زي أستاذ سين، تدخل رمضان تطلع منه بكرسين قدام، يبقى لازم تكمل عشان تعرف ليه. فإذا عرف السبب بطل العجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة أسماء فرحات، أخصائية التغذية العلاجية للسمنة والنحافة. تيجي جسمنا كده في الصيام يحرق السكر اللي متخزن في الكبد، بياخد له كده وقت من 10 ل 12 ساعة. بعد كده يلف على الدهون المتخزنة، الحمد لله يقوم يحرقها ويبتدي يحسن من عملية التمثيل الغذائي، اللي هو بالمختصر كده حرق المواد وتحويلها لطاقة. وأصلا الجسم أصعب حاجة عنده إنه يحرق دهون، يحبها جدا. فيجي انت بقى وقت الأذان تقوم مدخله عصير وسكر ومحمر ومشمر وخمس ست سبع تمرات وكوباية لبن وعاشورة وحاجات كتير من اللي احنا عارفينها وبنحبها دي. اصلا الجسم في الوقت ده قلنا ان هو بيبقى صعب عليه قوي يحرق دهون. فاول ما حضرتك تدخله الحاجات دي كلها، يبتدي الانسولين يعلى جدا جدا في الدم ويعمل حاجة اسمها انسولين سبايك، ودي قلنا عليها قبل كده. ويبتدي الانسولين لانه هرمون بناء يوقف حرق الدهون ويبتدي يخزن دهون مش يحرقها كمان. بس قبل ما نقولك الحل، لو بتتفرج علينا على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس، ولو بتتفرج علينا على انستجرام او الفيسبوك اعمل لنا لايك واعمل لنا فولو عشان ينزل الحل قريب ان شاء الله قبل رمضان. كل سنة وانتم طيبين.